أعمال تخريبية من طرف المشاغبين أدت إلى مجموعة من الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات بمدينة الدار البيضاء، كما سنتابع في روبورتاج خالد أزدون، محمد العروي وقائمة بلاوشي. صور من شارع محمد الخامس بالدار البيضاء زوال هذا اليوم الذي كان مسرحا لأحداث شغب خلفت أعمالا تخريبية مست عدد كبير من السيارات المتوقفة بهذا الشارع، إضافة إلى ذلك عدد كبير من المحلات التجارية. بل أكثر من ذلك، هذه التصرفات الخطيرة كانت مصدر تهديد مباشر لهؤلاء المواطنين، والصور شاهدة على ذلك. الحمد لله ولا راني نجيك ديكلاري. ما بغيناش كوره، ما بغيناش كوره حنايا. شكون اللي يعوضنا؟ ورينا حنا شكون اللي يعوضنا، بغينا نعرفوا شكون اللي يعوضنا. بورطابلات داو لهم التليفونات، داو لهم فلوس، ما ضمن كور زعما راه حرام هادشي. أعمال تخريبية من ورائها المشاغبون أعداء كرة القدم لقيت استنكارا كبيرا من طرف ساكنة مدينة الدار البيضاء بصفة عامة، وساكنة شارع محمد الخامس بصفة خاصة. هذه الساكنة التي تضررت كثيرا وترى أن مباريات كرة القدم أضحت تجلب فقط الخراب. فوضى هاد الكرة ما بقينا ما نديرو بها الكرة. واحد يلعب ماتش حنموتو تكريسينا مشى رزقنا بزاف. تصرفات لا رياضية خطيرة من ورائها المشاغبون على هامش لقاء الرجاء ضد الجيش الملكي. هذه التصرفات تسيء حاليا إلى سمعة كرة القدم المغربية، والتحقيقات الأمنية جارية لضبط المسؤولين عن هذه الأعمال التخريبية.